بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كرة كل يوم مع مؤمن وأخبار جديدة عن نادي الزمالك. من بعد وفاة المغفور له بإذن الله الكابتن أحمد رفعت، ظهرت علينا شوية ناس كده غريبة بتدعي فجأة الأخلاق والفضائل والقرب من الله. يعني مثلا في واحدة اسمها مروة عيد عبد الملك، دي بتلعب كرة يد في الدوري الفرنسي وطبعا منتخب مصر. كانت كل شغلها انها تطلع على السوشيال ميديا تشتم محمود عبد الرازق شيكابالا وتهيج جمهور الاهلي وتضحكوا عليه. فجأة خرجت تعتذر للشيكابالا بعد وفاة احمد رفعت وتقول ان القصة مش مستحملة ولا مستاهلة، وهي نفسها مش هتقدر تشيل ذنوب اكتر من اللي هي بتعملها اصلا، وربنا يهدي الجميع. بسم الله ما شاء الله على الاخلاق والفضيلة يا بنتي. على الجانب الاخر الاخ محمد نصر بتاع انا اشتم ابويا وامي واموت كافر وما اشتمش النادي الاهلي، طالع يتكلم ويوجه رسالته لجمهور النادي الاهلي انهم لازم يدعموا ويقفوا جنب محمود علاء المدافع الكبير، لان احنا مش مستحملين ان احنا نضغط على لاعب تاني نفسيا لغايه ما نلاقي احمد رفعت جديد، وانهم يقفوا جنب رمضان صبحي لاعب الاهلي السابق ولاعب بيراميدز الحالي لانه برضه في ظرف صعب للغايه. الناس دي ما بتقولش الكلام ده من قلبها، لان المحترم محترم من البدايه، واللي عنده اخلاق عنده اخلاق من البدايه، واللي قريب من ربنا قريب من ربنا من البدايه. الناس دي يا اما بتاخد لقطه بس على حساب احمد رفعت الله يرحمه، او متاثرين شويه وبمجرد ما التاثير هيروح هترجع ريما لعادتها القديمه. ما تصدقهمش. شيكابالا يطالب اتحاد الكره ورابطه الانديه. وجه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وقائد الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك رساله الى مسؤول اتحاد الكره الذي شعارهم دائما الفشل، حيث اشار الى انه كان من الضروري تاجيل مباريات الدوري العام 3 ايام حدادا على وفاه الراحل احمد رفعت، مؤكدا ان الدوري المصري بيتم تاجيله كثيرا. وعبر حسابه على الفيسبوك كتب شيكابالا: الدوري هذا العام تم تاجيله اكتر من مره بسبب وبدون سبب، وهو ما يجعلنا كلاعبين بنلعب تقريبا 12 شهر في السنه كل دوري ونخش في الدوري اللي بعده بلا راحه. كان واجب على المسؤولين تاجيل هذا الاسبوع 3 ايام على الاقل حدادا على المغفور له باذن الله احمد رفعت، وده كان اهم من كل اسباب التاجيل السابقه. كلمتين بس حوالين مباراه الزمالك والاسماعيلي واللي انتهت بفوز نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف حرزهم النجم الكبير عبد الله السعيد. كان واضح تماما على الجميع حالة الحزن، من أول الجمهور في المدرجات واللي هتف باسم أحمد رفعت رحمة الله عليه أكتر ما هتف باسم نادي الزمالك نفسه، وكذلك جمهور نادي الإسماعيلي اللي كان في نفس القصة، بما في ذلك بقى لاعيبة الزمالك ولاعيبة الإسماعيلي، واللي احنا شفنا إن الناس ما كانتش بتحتفل الاحتفال المناسب للمباراة ولا كانت بتحتفل بأهداف المباراة. ولكن في بعض النقط لازم نتكلم فيها بشكل كبير. في جاب كبير جدا ما بين الاساسيين والاحتياطيين في نادي الزمالك. محمد عاطف لاعب نادي الزمالك خامه جيده للغايه، عمار ياسر خامه جيده للغايه، نبيل عماد دونجا عيب 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 ان تطلع منه غلطه زي اللي غلطها دي. في النهايه الزمالك فاز، في النهايه كلنا قلوبنا مكسوره بسبب احمد رفعت، ولكن الف مبروك. بهدفي مباراه الزمالك والاسماعيلي عبد الله السعيد يفتح صفحه جديده في التاريخ. نجح عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك في ان يصبح ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري المصري من خلال هدفي في مباراه الاسماعيلي. عبد الله السعيد رفع رصيده من الاهداف الى 128 هدف كثالث هدافي الدوري. تخطى عبد الله السعيد رقم السيد الدوزوي لاعب الاهلي السابق الذي كان يحتل المرتبه الثالثه برصيد 127 هدف، وحاليا اصبح الرابع بعد عبد الله السعيد. جاء عبد الله السعيد ثالثا بعد حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق برصيد 176 هدف، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ونجم القطبين السابق برصيد 168 هدف. قرار من رئاسة الوزراء بشأن مباريات كرة القدم. أصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بإلغاء إقامة مباريات الدوري العام في 4 عصرا حتى لا يتأثر اللاعبين صحيا بحرارة الجو المرتفعة في هذه الأيام وما له من تأثيرات سلبية على مجهود اللاعبين، حيث استقر مجلس الوزراء على أن تكون بداية إقامة المباريات من 5:30 مساء ولا مباريات قبل هذا الموعد في الصيف. بعد مباراة الإسماعيلي اختبار طبي لفتوح. يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اختبار طبي دقيق عقب مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي،
احمد فتوح يعاني من اصابه عباره عن جزع في اربطه الكاحل، خضع خلال الفتره السابقه لبرنامج تاهيلي وعلاجي مكثف للتعافي من تلك الاصابه. غياب احمد فتوح بيتسبب في ازمه في الجبهه اليسرى، كونه اللاعب الوحيد في الفريق الذي يلعب في مركز الظهير الايسر، مما يضطر جوميز المدير الفني للفريق في حال غيابه لتوظيف لاعبين في هذا المركز على غير مراكزهم. طبعا كنا قلنا قبل كده ان احمد سيد زيزو اخر مباراه ليه مع الزمالك هتكون مباراه الاسماعيلي. زيزو نفسه كان بيجهز نفسه للتواجد في قائمه المباراه من ثم التشكيل الاساسي. زيزو احد ابرز اهم الغيابات اللي موجوده في صفوف الزمالك خلال الفتره القادمه، مع احترامي طبعا لكل الغيابات الاخرى. اللي حصل ان المسؤولين في المنتخب الاولمبي اتفقوا مع المسؤولين في نادي الزمالك وعلى راسهم جوزيه جوميز المدير الفني لفريق كره القدم باستبعاد زيزو من مباراه الاسماعيلي على سبيل الراحه للاعب قبل انضمامه الى صفوف المنتخب الاولمبي. وبكل اسف الناس المحترمين جدا 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 عندنا بزياده يعني في نادي الزمالك وافقوا على هذا الامر. جوميز يطالب بالتجديد لهؤلاء. طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق كرة القدم في نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب بالتجديد لثنائي الفريق. جوزيه جوميز كان طلب التجديد لمحمد صبحي وتم بالفعل، وفي آخر اجتماع جمع جوزيه جوميز بإدارة نادي الزمالك طلب التجديد للثنائي محمد عواد ويوسف أوباما. بالنسبة لمحمد أشرف رؤى، جوزيه جوميز ما جابش سيرته لا من قريب ولا من بعيد، وما اتكلمش عن موقفه سواء بالتجديد أو الرحيل مع انتهاء عقده في نهاية الموسم. ولكن محمد أشرف رؤى كده ولا كده بيبحث بالفعل كل العروض المقدمة إليه من عدة أندية في الدوري الممتاز. اللي ما شافش حلقة نادر شوقي مع إبراهيم فايق واللي تم الكشف فيها عن كل ملابسات القضية بتاعة أحمد رفعت واللي اتحبس بسببها 6 شهور واتقال وقتها إنه مصاب. ملخص القصة دي ومن غير لف ودوران: أحمد رفعت لاعب على ذمة نادي فيوتشر، تم بيعه لنادي الوحدة الإماراتي أو إخراجه على سبيل الإعارة على وعد بحل أزمة التجنيد اللي هو فيها، وده ما حصلش. لاعب كان في طريق السفر مع فيوتشر إلى تنزانيا لخوض أحد المباريات الأفريقية، تم إبلاغه في الترانزيت بالسفر إلى الإمارات عشان يلعب لنادي الوحدة الإماراتي. لاعب في التوقيت ده كان معاه تصريح سفر مع فريقه بس، وتصريح ال3 شهور بتاع السفر اللي اتكلم عليه أحمد دياب لم توافق عليه القوات المسلحة من الأساس. اللاعب بقى في أزمة من بعد اللي حصل ده. طبعا كل الناس اللي وعدته بحل المشكلة محدش فيهم نفذ وعده، مفيش حد وقف معاه، وبقى في قضية هروب من التجنيد في القضاء العسكري حصل بسببها اللاعب على حكم ب6 شهور. الموضوع ده سبب أزمة كبيرة جدا نفسية للاعب، لأن هو من جواه شايف إن هو ما عملش حاجة غلط وإن هو كان عايز يمشي قانوني، ولكن للأسف محدش ساعده. كل هم الناس اللي باعت او طلعت احمد رفعت على سبيل الاعاره للنادي الاماراتي كانت دولارات والدولارات بس. كل الناس اللي اتكلمت في الحلقه بتاعت نادر شوقي مع ابراهيم فايق اكدت على المعلومات دي، واكدت ان تصريح السفر العسكري ده لاي لاعب هو مسؤوليه النادي مش مسؤوليه اللاعب، طبعا الا الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، واللي لسه لغايه اللحظه دي بعد الفضايح دي لسه رئيس رابطه الانديه. طبعا احمد رفعت فضل يكتم في نفسه يا حبيبي الله يرحمك، وفضل ماسك نفسه وبيحاول ان هو يكمل لغايه ما وقع في مارس اللي فات في مباراه فيوتشر والاتحاد السكندري، وباقي القصه حضراتكم عارفينها. حسبي الله ونعم الوكيل. المستشار محمد عطيه يعلق على تصريحات احمد دياب. علق المستشار محمد عطيه عضو اللجنه السابقه التي كانت تدير نادي الزمالك على حلقه الاعلام ابراهيم فايق عن الراحل احمد رفعت، وعن الحوار الذي تم ما بينه وما بين نادر شوقي وكيل اعمال احمد رفعت واحمد دياب رئيس رابطه الانديه، وعلى ملف احمد رفعت لاعب فيوتشر الراحل، والحوار الذي يتهم احمد دياب شخصيا بانه سبب الازمه التي تعرض لها الراحل احمد رفعت والتي ادت الى تدهور حالته الصحيه ومن ثم وفاته. وعلى تعليقات احمد دياب وردوده على كل ما قيل، حرص المستشار محمد عطيه على التعليق على هذا الامر، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: هو ازاي مسؤول طالع يكذب ويضلل على الهوا في اجراءات معروفه لاي حد؟ ازاي يفضل ده مسؤول؟ ملعون الكوره.
وفي نهاية فيديو النهاردة بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.